النهارده هنتكلم في موضوع ناس كتير مهتمة بيه، وكل يوم أول لما بتصحى من النوم بتفتحه وبتدور فيه، وهو حظك اليوم أو برجك بالظبط بيقولك إيه النهارده. بس خلينا نسأل نفسنا، هو فعلا الأبراج دي صح ولا مجرد كلام بيتقال علشان يتسلى بيه الناس؟ ويعني إيه أصلا أبراج وبدأت منين؟ وهل ليها علاقة بالدين ولا لأ؟ تابع معايا لحد آخر الفيديو علشان نعرف كل ده ويكون عندك الصورة كاملة. أول حاجة نبدأ من البداية، يعني ايه ابراج اصلا؟ الابراج دي تقسيمه اتعملت من الاف السنين، وبالظبط من ايام البابليين، يعني من اكتر من 2500 سنه. هم لاحظوا ان الشمس والقمر والكواكب بيتحركوا في السماء، وقالوا انهم بيمروا على 12 منطقه في السماء، فسموا كل منطقه باسم برج، زي برج الحمل، الثور، الجوزاء الى اخره. وكان الهدف الاساسي وقتها هو تتبع حركه الكواكب والاوقات الزراعيه، يعني مش علشان يتوقعوا المستقبل ولا يقولوا لك هتتجوز امتى او هتكسب كام جنيه. لكن مع الوقت جت الحضارات التانية زي الاغريق والمصريين والرومان، وابتدوا يخلوا الابراج دي مرتبطة بشخصية الانسان وكمان صفاته وحظه، وكل ده ملوش اي اثبات علمي. السؤال المهم بقى، هل الابراج دي حقيقية؟ يعني فعلا برجك بيأثر على مستقبلك؟ الاجابة بكل وضوح طبعا لا. العلماء بيقولوا ان الابراج جزء من حاجة اسمها علم زائف، يعني مفيش أي دليل علمي على إن تاريخ ميلادك ممكن يحدد طباعك أو حتى مصيرك. وعلشان كده تلاقي دايما كلام الأبراج عام، يقولك مثلا النهاردة عندك فرصة كويسة في الشغل بس خليك حذر. طب ما ده بينطبق على أي حد عادي. العقل والمنطق بيقولوا إن مستقبلك بيتحدد باجتهادك وبقراراتك وبتفكيرك، مش بنجمة في السماء ولا برج في الجريدة. لكن هنا في سؤال، ليه الناس بتصدق في الأبراج؟ والإجابة لأننا كبشر بطبعنا بنحب نحس إن في حاجة بتفسر لنا اللي بيحصل في حياتنا، ودايما بنحب نسمع أخبار حلوة. فلما برجك يقولك إن في حب جديد داخل حياتك تفرح وتصدق، وبرضه لما يقولك خد بالك من الناس اللي حواليك تقول صح، ده أنا كنت شاكك في فلان. والمصيبة الكبيرة هنا إن في ناس كتير بتبني حياتها على الأبراج. يعني واحدة ممكن ترفض عريس علشان برج الجدي مش بيتوافق مع برج الأسد، أو واحد يخاف يبدأ مشروع لأن برجه النهاردة بيحذره من القرارات المالية، وده خطر كبير جدا يا جماعة. طيب خلينا نشوف الإسلام بيقول إيه عن الموضوع ده. الدين واضح جدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكلام ده بينطبق تماما على المنجمين اللي بيقولوا حظك إيه وبرجك إيه. يعني باختصار، الأبراج دي مش بس خرافة، دي كمان خطر على عقيدتك ودينك. وربنا سبحانه وتعالى هو وحده اللي بيعلم الغيب، ومفيش بشر مهما كان يقدر يقولك بكرة هيحصل ايه. طيب نعمل ايه؟ سهل جدا، استمتع بقراءة الأبراج لو بتحبها كتسلية، لكن ما تاخدهاش جد وما تبنيش قراراتك على برجك. اعتمد على ربنا وبعد كده على مجهودك وعلى عقلك اللي ربنا اداهولك. خليك إنسان واعي، الدنيا مش ماشية بالبرج، الدنيا ماشية بالنية والإخلاص والاجتهاد. ولو شايف إن الكلام ده مفيد ليك أو لحد من أصحابك، شارك الفيديو معاه. وعايزك تكتب لي في التعليقات، هل كنت بتصدق في الأبراج قبل كده؟ وهل شايف إن في ناس فعلا ممكن تنضر من تصديقها للأبراج؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من معلومة وحكاية. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.